فيديو بعنوان رجعوا لي جدي. احنا كاهلاويه اتبطرنا على نعمة وجود مارسيل كولر في النادي الاهلي. انا عايز جدي يرجع النادي. انا كمشجع النادي الاهلي وكمحلل للنادي الاهلي احنا عايزين مارسيل كولر. يا سيدي عبد الحفيظ يا خطيب هاتولنا مارسيل كولر لو سمحت. اللي احنا كنا فيه النهارده ده والماتش اللي فات دي مش كوره. احنا معانا مدرب بيعك، معانا لعيبه مقرفه مش عارفه قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، معانا لعيبه مجرمه مقرفه ما يفقهوش شيء عن الكوره، معانا لعيبه مش عارفين قيمه النادي الاهلي. انا متضايق، وقبل ما نخش في الفيديو كده وفي تحليل اللقاء بتاع الاهلي والمصري النهارده، ما عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، وعايزين نعمل سبسكرايب لو انت مش عامل لي سبسكرايب، وتفعل لي زر الجرس عشان الفيديو ده كبير. يعني الفيديو ده كده فيه خناقه، انا قاعد كده وعمال اشرب في ميه طول بص اهو، طول ما انا قاعد عمال اشرب في ميه، مش طايق مش طايق. وانا قاعد بتفرج على الماتش كده، قاعد كده بتفرج على الماتش. 24 تسديده يا جحده، 24 تسديده مش عارفين تجيبوا جون. يا عم الحارس هيتألق في كوره في اتنين في 10 كور، 24 كوره منهم مثلا 6 7 بره محمود حمدي اللي كان عامل زي الاخطبوط النهارده ما شاء الله عليه. ايه ايه يا دنيا، ليه كده؟ معرفش. يعني انا مش عارف يستروب ده. يعني انا كنت منزل ريلز قبل الماتش، كنت عامل شورت منزله على اليوتيوب هنا ومنزله على باقي صفحات السوشيال ميديا عندي. بهين يستروب. انت كمدرب واحد دنماركي كان بيدرب فرق عالميه، انت مدرب كبير اهو ولابس لي بدله بقى وعامل لي فيها زين الدين زيدان بروح امك. فين؟ ازاي انت كمدرب عاقل عندك مخ كده، ربنا وهبك كده زي باقي البني ادمين بعقل وفي مخ، تلعب لي لاعب زي طاهر محمد طاهر؟ ازاي انت كمدرب عندك مخ تلعب لي جراديشار؟ انا عايز اعرف. كل الكور اللي جراديشار جات له قدام الجون دي ضيعها. يا عم دي الكره اللي اتعملت له بالعرضيه وحطها برجله، ده هو جوه الجون. يعني شايف المسافه بينه وبينك كده، دي كده المسافه بينه وبين الجون، يحط الكوره ما قدامه الجون، الجون قد كده يحطها في عارضه. يعني عارف لو حطها في وشه، يعني لو خبطت كده وجت في وشه كده جون. لا ده بيلعبها لك بيركنها بعيد عن الحارس بيحطها لك في العرض، والكرة سبحان الله ترد على الخط يطلعها مع محمود حمدي من جوه الشبكه. ليه؟ يعني ليه مهاجم زي ده موجود في النادي الاهلي؟ ازاي جراديشار بيلعب في نادي بقيمه النادي الاهلي؟ ليه ده بيلعب عندنا؟ الاهلي عنده كده حوالي 10 15 لاعب لازم يتوكلوا على الله. يعني امشي كفايه عليك كده، يعني انت كلاعب كفايه عليك كده. الاهلي بدأ التشكيله: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني على اليمين، احمد كوكا. ليه انت ليه بتلعب احمد كوكا باك شمال؟ ليه اصلا بتلعب احمد كوكا من الاساس؟ والله العيب ما عليك. ليه الاداره مخليه احمد كوكا بيلعب في النادي الاهلي لحد دلوقتي؟ ليه؟ والله ما يلعب درجه تانية. احمد كوكا ده اقسم بالله ما يلعب درجه تانية. قلبين دفاع ياسين مرعي وياسر ابراهيم كده كده ما جاش خطوره عليهم. اتنين في نص الملعب اليو ديانج ومروان عطيه، الاتنين خرا. قدامه كان زيزو، كان بيلعب على اليمين طاهر حسبي الله ونعم الوكيل، وعلى الشمال تريزيجيه. يا عم يا ريتك ما جيت الاهلي، يا ريتك ما جيت الاهلي. جاي تعمل كابتن وجاي تعصب على اي لاعب معاه الكوره، مجرد هو ما بيوصلكش الكوره اجرم. كل لاعب ما بيوصلكش الكوره تشوح له. ليه يا عم؟ انت هتعالى علينا ولا ايه؟ هتعالى على الكوره؟ انت اللي عملك النادي الاهلي فوق. وبنلعب في مهاجم الداهيه جراديشار، ده داهيه. يعني ده داهيه. عارف كده جماهير الزمالك كانت بتدعي ان وسام ابو علي يمشي ويجي لنا مدرب داهيه، مهاجم داهيه ومدرب والله داهيه. حد يعني قلتها غلط وهي مش غلط، دي صح. ليه مشينا مارسيل كولر؟ عمل كام ماتش وحش؟ ايه المشكله؟ الراجل كان، ده احنا كنا غول في افريقيا، غول في كاس العالم للانديه، غول في الدوري، اي بطوله قدامنا بناخدها ما بنعتمدش حد. ليه كده؟ ليه بتعلوا لنا الضغط؟ يعني ليه مصممين تعلوا لنا الضغط؟ الماتش كله الشوط الاول عامل بتاع 13 تسديده،
مفيش منهم جون. يعني مفيش لعيب كده مدفوع فيه فلوس عارف يجيب جون. مفيش زيزو مش عارف يشوط شوطه. زيزو الشوطين اللي شاطهم النهارده بره الجون خالص، تسديدتين، وضربه الجزاء اللي هو ضيعها في الدقيقه 93 حطها في نص الجون يا عم. يعني حطها في نص الجون، ريح نفسك وحطها في نص الجون. ليه يعني؟ ليه عايزين تعلوا لنا الضغط؟ اداء كارثي بكل المقاييس. الاهلي في ماتش كله ما عملش جمله تكتيكيه نحمد عليها ربنا. يعني مفيش فكره الاهلي نفذها جوه الملعب. لعيبه المصري قافله الدفاع خلاص. ما هو اي فريق هيلاعب الاهلي بعد كده هياخد علاء عبد العال رمز للدفاع، هياخده كده رمز. ايه ده علاء عبد العال؟ هو هلعب زي انا غزل المحل. هيقفل الدفاع ليه يعني؟ ما تلعب كوره يا عم. انت نادي مصر جاب يعني من اكبر الانديه اللي جاب اهداف السنه دي في الدوري، وعندك سكواد قوي. ما تهاجم يا عم، افتح الملعب. يعني لعبنا كده فينا جوان. احنا اصلا فريق خرم. يعني احنا فريق الاهلي ده دفاعه خرم، الشناوي خرمين. عايز اقول لك والله العظيم ان النهارده جت ركنيه للمصري بالمناسبه يعني، والشناوي برضه طلع نفس الغلطه اللي طلعها الماتش اللي فات في بتروجيت. برضه طلع برضه السهم المنطلق تحميل، وطلع فارد جناحاته كده. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللاعيبه، حسبي الله ونعم الوكيل في المدرب، حسبي الله ونعم الوكيل في الجهاز الفني كله، حسبي الله ونعم الوكيل في مجلس الاداره. الجماهير اللي عندكم دي في الملعب دي اللي كان صوتها ممبوح اللقاء كله، ما هزتش حاجه جواكم. يعني ما هزتش حاجه جواكم انكم تلعبوا جمله مش عارفين تبصوا بالسنه على بعض. اي كوره ناحيه محمد هاني ارفع، اي كوره زيزو يرفع، اي كوره تريزيجيه. مفيش جمله تكتيكيه وحدت ربنا في الماتش. والله ما في جمله تكتيكيه اتعملت في اللقاء. ليه؟ انتوا بتاخدوا فلوس على ايه؟ انا عايز العب حفيظ كده وقاعد النهارده كده في المقصوره فوق، يكون معاك كده نوته ويخصم خصم 100,000 جنيه من كل لاعب. 100,000 جنيه خصم 100,000 يورو من كل لاعب. ما هو بدوا بعمله الصعب بقى. ما هم خلاص كل واحد شايف نفسه بقى. لا يا مروان عطيه، لا انا هجدد ب 10 مليون دولار في السنه. والتاني يقول لك لا 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 ده انا هاخد 20 مليون يورو. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ده فريق سيراميكا متصدر الدوري ب 26 نقطه، عنده سعد سمير في الدفاع، وعنده عمرو السولية. نعمه الاهلي يرفض. اداره الاهلي ترفض نعمه كده تمشي عمرو السولية. ده كريم ندفد نعمه عن الناس اللي موجوده. كريم ندفد ابن حسام البدري اللي ما كانش بيلعب معانا نعمه عن القرف اللي موجود النهارده. اقسم بالله فيش. انا قاعد بتفرج على الماتش كده النهارده مستني اشوف جمله، اشوف لعبه، اشوف كوره. مفيش اي حاجه والله. يعني في الدقيقه 15 تريزيجيه ربنا يفك اسره ويلعب كوره زي البني ادمين كده، ادى كوره لجراديشار بينه وبين الجون. انت جراديشار بتجري كده والجون اهو. حط جون بقى، حطها تشيب كده، اقف واعدل. انت لوحدك اصلا والله لوحدك. ليه تحطها وان تاتش كده وعلى الارض كده؟ يا عم العبها عاليه. ده احمد عاطف قطه بتاع بيراميدز النهارده جاله كوره زي دي وحطها برجله الشمال فوق بقى. يعني الجون اترمى كده وحطها عكسه. يعني احمد عاطف قطه 165 سم بينونو في الملعب، لعيب مقاتل. الاهلي لازم يجيبه. يعني اللعيب ده الاهلي لازم يجيبه. اللعيب ده من نوعيه محمد بركات، من نوعيه مؤمن زكريا. تحركاته في الملعب هايله. بكلم بامانه. ليه؟ يعني ليه؟ انا عايز اعرف. انا بعمل فيديو ومش مش قادر اعمل فيديو، مش قادر احلل القرف اللي انا كنت بتفرج عليه النهارده. يعني مفيش تقييم يتقيموا بيه. هو رقم على الفاضي 24 تسديده، خلي بالك. يعني ما كانش فيه جمله بقى اوه وايه ولا لا لا خالص. مفيش منه الكلام ده. دقيقه 30 الكره اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، عرضيه لجراديشار اهو. عارف انت لو طفيت فيها هتخش جول، لو نفخت فيها هتخش جول. لا لا حاططها برجلي الشمال بقى. انا فيرود، انا هداف النادي الاهلي، انا المهاجم بتاع النادي الاهلي. يلا يا عره، يا جراديشار يا عره. حد يحط كرة زي كده؟ ده انتوا بتطلعوا الواحد عن شعوره. اقسم بالله بتطلعوا الواحد عن شعوره. الشوط التاني
ربنا كرمنا، طاهر محمد طاهر طلع في الشوط الثاني ونزل احمد عبد القادر. قلنا المدرب عنده فكر، نزل احمد عبد القادر بقى يلعب هاف يمين، اللي هو اساسا بيلعب هاف شمال بالعافيه عشان يعدل على الكره على يمينه ويعرف يباصي الكوره، لا بنزله ايه؟ هاف يمين. ما هو ما يعرفش يلعب هاف يمين. يعني احمد عبد القادر بيلعب كوره بالعافيه، ليه تنزلوا لنا هاف يمين؟ طب ليه ما نزلتش بن شرقي؟ ليه ما لعبت؟ انا عندي هنا كده فوران، انا دماغي بتفور بسبب يستروب ده. طب انت يا وليد يا صلاح الدين قاعد جنبه وانت مديره الكوره، يا عم اتكلم معاه. عادل مصطفى مش عارف، انت قول، انت فيد، انت عندك خبرات، اتكلم، خليك دور، انت مش مجرد مدير اداري وخلاص. لا والله العظيم يا جماعه، يعني الواحد على اخره، بقسم بالله الواحد على اخره. بس هي مش ناقصه، انت لاعب 12 لقاء هنجيب لي 23 نقطه من اصل 36 نقطه. 13 نقطه الاهلي فقدهم في الدوري، 13 نقطه يا جاحد. 13 عملتوها ازاي دي؟ يعني انت عامل زي انك تفقد 13 نقطه في 12 لقاء، معدل كل ماتش انا هفقد نقطه، ده اكتر من معدل كل ماتش نقطه. ليه؟ فين الاهلي؟ فين الاهلي كان بياخد الدوري كله بتعادلين وبس كده طول الموسم؟ فين؟ شخصيه الاهلي مش موجوده داخل لعيبه النادي الاهلي. بص عد معايا كده. محمد الشناوي يمشي، ياسر ابراهيم يمشي، احمد كوكا يمشي، محمد شكري يمشي. نص الملعب اولا نكمل، مصطفى العش يمشي، احمد رمضان بيكهام يمشي او سيبه دكه، والله هو يعني ممكن دكه هو ياسين مرعي، انت فاهم؟ مصطفى العش قلناه يمشي يغور، عمر كمال عبد واحد 7 امشي. خش على نص الملعب، كوكا امشي يا كوكا. مين تاني؟ مفيش حد بينزل في نص الملعب، يعني احنا اصلا ما عندناش حد في نص الملعب. قفشه امشي يا قفشه. طاهر غور في 60 داهيه، عبد القادر غور في 60 داهيه، جراديشار غور في 60 داهيه. ده محمد عبد الله الناشئ 2005، هو مش ناشئ، عنده 20 سنه يعني، ما بقاش ناشئ. نزل النهارده الواد ما شاء الله، عليه برجل وعليه مهارات وعليه بدني عالي، يلعب اساسي على ادخان هتخين موجود في التشكيله. يلعب اساسي على ادخان هتخين موجود في التشكيله. مدرب ايه في اول الشوط الثاني راح مطلع طاهر ومحمد طاهر، نزل احمد عبد القادر، ما اضافش اي اضافه. بعد كده في الدقيقه 65، لا انا لازم ادعبس، انا هطلع تريزيجيه واطلع معرفش مين. انت اصلا ما عندكش حد بيلعب كوره، يعني انت اساسا ما عندكش حد بيلعب كوره. ليه؟ تغييراتك كلها غلط. يعني ايه الفكره في انك تنزل محمد شكري، ها؟ يعني تنزل محمد شكري و... وبن شرقي وتطلع تريزيجيه واليو ديانج، يعني طب يعني فين التغييره؟ ده انا هنزل بقى محمد شكري هيلعب باك شمال، واجيب احمد نبيل كوكا يلعب نص ملعب. هو لا بيعرف نص ملعب، ولا بيعرف يلعب باك شمال، ولا بيعرف يلعب كوره، ولا بيعرف يستلم كوره، ولا بيعرف يعمل عرضيه، ولا بيعرف يعمل اي قرف. ما بيعرفش يعمل اي حاجه، بقسم بالله ما بيعرف يعمل اي حاجه. فين الفكر؟ يعني فين التكتيك اللي انت عملته؟ اه انا هسحب اليو ديانج ودخل احمد نبيل كوكا نص ملعب. ما هو نفس الادوار، يعني نفس القرف اللي عمله اليو ديانج هو نفس القرف اللي عمله كوكا. يعني فين الفكر؟ فين بقى؟ انا هعمل زي هجوميه وهنزل تكتيك؟ ده انت لو كنت نزلت قفشه مكان ديانج كان يبقى على قلبنا كده اهون، على الاقل ده انا بفكر ان انا هاجم. يا جدع بقى. طلع جراديشار في الدقيقه 75، تنزل لي محمد عبد الله عشان احمد بقى قادر يروح ناحيه الشمال، دخل بن شرقي فيرود. طب انت ليه ما بداتش ببن شرقي فيرود؟ يعني هو كده كده مقرف هو كمان، بس ليه لعبت فيه فيرود من اول اللقاء؟ يعني ليه ما دخلتش بن شرقي كده اول اللقاء كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا هلعب محمد هاني، هلعب محمد شكري، هلعب بياسر ابراهيم وياسين مرعي، هلعب بمروان عطيه، هلعب بزيزو، هلعب باليو ديانج، هلعب بتريزيجيه، هلعب ببن شرقي، وهلعب بمحمد عبد الله. ليه ما بداتش بالتشكيله دي؟ يعني محمد عبد الله بالاداء اللي انا شفته النهارده ده يلعب اساسي، اقسم بالله يلعب اساسي. مفيش، لا غنى في الاستغناء عن لاعب زي ده، ولا حد يطلع اعاره. انا عندي ناس دي كلها تصفى كده. تريزيجيه هو كمان يمشي، يتوكل على الله، شوف له اعاره بقى، شوف له اي حد. والاهلي لازم يغير السكواد. يعني الاهلي محتاج، ركز معايا، محتاج باك يمين،
محتاج باك شمال، محتاج قلبين دفاع، كده 4. يعني كده في أربعة الأهلي محتاجهم. ماشي. نص الملعب محتاج 2. واحد زي عمرو السولية كده، لعيب عنده روح، لعيب قيادي، لعيب عنده شخصية النادي الأهلي، لعيب بيعرف يحرك وينقل. يعني مروان عطية الماتش اللي فات لما كانش بيلعب عشان عنده تراكم انذارات، هو بيلعب بالعافية أصلا. مروان عطية يعني هو بيلعب بالعافية، مش اللي الأهلي يعتمد عليه أساسا. محتاج 2 في نص الملعب، محتاج 2 هاف يمين، محتاج 2 هاف شمال، محتاج 2 فراوده. جراديشار ده لازم يمشي، يعني جراديشار ده في يناير ده لازم يغور، ما يكملش، ما ينفعش. هيجيبوا لنا الضغط، حسبي الله ونعم الوكيل. آه ربنا كرمنا، مش عارفين نجيب جون بقى، خلاص بقى خلاص 24 تسديده مفيش ولا جون، مش عارفين. ضربة جزاء في الدقيقة 92 بعد كورة 5 6 لعيبة من الأهلي، 5 6 لعيبة من المصري في حتة 3 متر كده، خبطه هنا وخبطه هنا، واللعيبه مفيش كوره، يعني مفيش كوره. يعني 5 متر دي كوره تخبط في رجل محمد عبد الله، تخبط في رجل ياسر ابراهيم، تخبط في رجل لعيبه المصري، في باهر محمدي شويه، في اللعيب ده شويه، تخش جوه ال 18 وضربه جزاء لزيزو. جالك ضربه جزاء يا عم زيزو في الدقيقه 92 93، خلاص بقى فاضل 4 دقايق والماتش يخلص خلاص هنكسب ونكسب بالعافيه، وخدنا 3 بونت وقربنا شويه من سيراميكا. يعني قربنا شويه من سيراميكا اللي كان خسران من بتروجيت 1-0 وعمل رومونتادا وكسب 2-1 وكان مطرود من عنده لاعب. صديق اجور اللي جاب جون المكسب لسيراميكا كليوباترا في اخر اللقاء في الدقيقه 98. الله يمسيك بالخير. والله علي ماهر ده يجي يضرب الاهلي، والله علي ماهر يجي يضرب الاهلي، انا بقسم بالله. صديق الجولة ده بكل الهفات اللي عندك، بكل الهفات اللي عندك. صديق الجولة ده ببن شرقي، بتريزيجيه، بزيزو، مش هقول طاهر عشان ده مش موجود، باي لعيب عندك قدام كده. صديق الجولة ده بيه، احمد عاطف قطه بيه، زلاكا بيهم. فانت واخد بالك انا بقول ايه؟ عبد الرحمن مجدي بيهم. لا لا، الاهلي لازم يتفور، لازم اللعيبه دي تفوق. يعني احنا رايحين بطوله السوبر هنلعب يوم 6، هنخسر من سيراميكا. انا بقول لك هنخسر من سيراميكا. يعني من الاحسن كده الاهلي يعني انسحابه من بطوله كاس السوبر. ما تروحش عشان هتخرج بفضيحه. بالاداء اللي احنا شايفينه ده هنخرج بفضيحه. لو المدرب ده ما عملش، مفيش جمله تكتيكيه يا جدعان، مفيش جمله نقول الراجل ده عنده فكر بينافسه داخل الملعب بس مفيش توفيق. انا عايز اقول جمله الاهلي النهارده يا جماعه عمل لقاء كبير لكن كان غير موفق في احراز الاهداف. انا نفسي اقول كده، وانا مستريح ان اللعيبه دي عملت فكره، واللعيبه دي اتحركت، واللعيبه. لا، ده احمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك النهارده كان عامل لقاء عالمي، كان عامل لقاء عالمي. يا عم يستروب، لا، رجعوا عماد النحاس. عايز حاجه تانية يا عم؟ رجعوا عماد النحاس. هاتوا لنا حسام بدري، هاتوا لنا حسام بدري يضرب الاهلي. انا بقول لك هاتوا حسام البدري يضرب الاهلي، اهون عليا من القرف اللي انا بشوفه ده من المدربين. اتمنى ان يعني ان الاهلي ياخد الدوري، دي من التمنيات. انت عندك بيراميدز لاعب 9 لقاءات محقق، 20 نقطة، فاضل له 3 لقاءات لو كسبهم وهيكسبهم. بيراميدز فريق قوي، هيبقى 29 نقطة، وانت عندك 23 نقطة. فرق بينك وبين بيراميدز 6 نقاط، والفرق بينك وبين سيراميكا 3 نقاط، والفرق الزمالك تحتيك فرق بينك وبينه نقطة. الزمالك عنده 22 نقطة بعد تحقيق الفوز النهارده. فالدوري اتمنى ان اقول ان هو لسه في الملعب، واتمنى ان اقول ان لعيبة الاهلي هتسترجل، اتمنى اقول ان اشوف اعادة هيكلة الفريق مرة اخرى، واتمنى اشوف اعاده هيكله الجهاز الفني مره اخرى. ياستروب مدرب بدله شبه زين الدين زيدان، ليس لديه اي فكره عن التدريب، ليس لديه اي فكره عن كره القدم. ده رايي. انا عايز انهي الفيديو والله، مش قادر ان انا اتكلم الصراحه. اخر الفيديو عايز اقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب ان هو مشى مارسيل كولر على النادي الاهلي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه مارسيل كولر، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب ان هو يمشي. الراجل يا باشا واخد لك 3 دوري ابطال افريقيا، واخد لك كاس سوبر، وموصلك كاس عالم، عامل لك 2 برونزيه بطاهر محمد طاهر وقفشه بالاحتياطي بتاعك بعلي لطفي، واخد لك برونزيه. موضوع كبير قوي يا جدعان والله.
اشوفكم على خير ان شاء الله. لو انا طلعت عايش كده في بطوله السوبر، يعني لو ربنا ادانا العمر كده في بطوله السوبر، هعمل لكم فيديو نتكلم فيه تاني عن الاهلي، وربنا ينجدنا من اللي احنا فيه. سلام.